هذه شاعرة أحدثت ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس بقصيدة اختارت لها عنوان إلى مزبلة التاريخ. قصيدة بوصلتها القدس وشعارها لا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ولا لخيانة القضية الأم القضية الفلسطينية. إنها مريم الطرابلسي. مريم شاعرة تونسية شابة فلسطينية الهوى لم تستسلم لما قالت إنها محاولات من شركات فيسبوك لإسكات كلماتها بحذف قصيدتها من صفحات عديدة. تطبيعكم أعظم من غدر الملعونين، تفتكون أراضينا وتمحون ماضينا، وما نحن بالقابلين ومثل هكذا اتفاقات رافضين ولسنا ملزمين باقتسام أراضينا إلى نصفين، فالأراضي المباركة لا تقسم إلى اثنين، مع الكلاب المحتلين كيان مغتصبين، أساميكم لعنة في بلاد المسلمين، أتطمسون هويتنا وتفتكون عروبتنا وتشتتون وحدتنا، تفرحون لفرقتنا، وما نحن بالمهزومين وما نحن بالمكسورين وما نحن بالمطيعين، ومن سالت لأجلها دماء الشهداء سنين وسنين، لا ممكن تقبل بصفقات المغفلين. حب الوطن من الدين والاستشهاد في سبيل الوطن أفضل من العيش مقهورين، يسود في قلوبنا الألم، سيرفع في السماء علم بلادي أشرف علم فلسطين وأعلام الدول المساندين، وسنشكوكم لرب العالمين، ولما نحرر فلسطين لن نرحب بالزائرين جيراننا المنافقين إلى مزبلة التاريخ. مريم طرابلسي شاعرة تونسية 17 عاما. مريم أهلا بك. يعني الذين يوقعون اتفاقيات التطبيع والذين يحكمون إسرائيل ربما يظنون أن القضية ماتت كلما تقدمت في العمر لأنها تموت مع الأجيال القديمة. أنت من الجيل الجديد، كيف امتلأ وعيك بفلسطين وأنت ما زلت في 17 من العمر؟ أولا أهلا وسهلا، سعيدة جدا بالمداخلة معكم اليوم. أهلا بك. أما بعد فإنني أود أن أقول أن صوت الحق لا يموت ونار الثورة في داخلنا لا تخمد، ولكن للأسف وما دام العربي يطعن أخاه بين الضلوع فليس لشمس حريتنا طلوع. وكما أقول في الجزء الأخير من قصيدتي إلى مزبلة التاريخ، في أول صفحات التدوين رؤساء عرب خائنين، لا تقولوا لي دون ذكر أسماء، مللنا التستر وحجب ضوء الشمس بمنديل. وفي الصفحة الأولى سنكتب كلاب يتنافسون من يدعم المغتصب، أأنتم عباد؟ سنكتب في سلم زمني التاريخ الأول الاحتلال، التاريخ الثاني الاستقلال، ما بينهما سنكتب بالبند العريض انتفاضات وحركات، محاولات صمود إنجازات، صبر مظاهرات تظاهرات، فعاليات وندوات وتضحيات. الجانب الأيسر من الصفحة باللون الأسود سنكتب هذه اللمحة: طويلو الأعمار آكلو الخرفان والأبقار، الجائعون الأشرار منعدمو الآراء معدم الأفكار، لا منفعة من وجودهم بالعكس هم الأضرار، الخونة محنطون مندثرون اندثار. تعريف الخونة: رؤساء أغبياء أكثر الناس خبثا ودهاء، الناس زاروا القمر والمريخ وأنتم إلى مزبلة التاريخ. كل المجد للمقاومة للصابرين والصامدين، محال دوام الحال، سيشع النور بعد الظلام وستشرق شمس السلام عليك أيا زينة البلدان، وستتحرر فلسطين رغم الداء والأعداء، فأهلها أهلي معتزون بالانتماء، يقدمون أرواحهم في سبيلها شهداء، لأننا نتنفس حب الوطن بدل الهواء. الله يعني الله. عليك مريم ما شاء الله. لم تجيبي زين، يعني نريد أن نعرف كيف شربتي حب فلسطين، من كان له الأثر في ذلك؟ حب فلسطين مولود فينا نحن تونسيين، ونحن التونسيين نقتدي برئيسنا القائل: التطبيع خيانة عظمى. نحن منذ صغرنا يعني تربينا على حب فلسطين، على حب عروبتنا، على حب الأصل والتشبث به، ولن يزول مجدنا حتى وإن ملنا، ولن تمحى هويتنا حتى وإن الطريق ضللنا. ونحن نأمل أن يكون يعني
هذا الحب موجود في كل شبابنا العربي، لأن بهم تتحرر الأراضي. وكما أقول في قصيدتي: حرروا العقول، حرروا العقول، حرروا الأراضي. طب مريم، هذه القصيدة إلى مزبلة التاريخ التي كتبتها لاقت رواجا على منصات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، ولكن جرى حذف هذا المحتوى من أكثر من موقع. لماذا؟ هل لديك فكرة وكيف تعاطيتي مع الأمر؟ أول شيء، أنا هذه القصيدة صورتها في ظرف يومين. أقدم تحية بالتأكيد إلى كافة يعني فريق العمل. أما بعد فإن سعادة سفير دولة فلسطين بتونس الأستاذ هائل فهم كرمني على هذه القصيدة، ثم أنا قمت بنشر القصيدة على صفحتي في الفيسبوك، إلا أنها لقت هرسلة من إدارة الفيسبوك. في كل مرة كنت أنشر فيها كانت تحذف من صفحتي ومن عديد صفحات أصدقائي. ثم حسوا أنني شاركت في تظاهرة تونس أو عفوا فلسطين بوصلتي، وسجلت هكذا مقابلة صغيرة مع برنامج يسمى بلا قناع معروف في تونس. ولقت هذه المقابلة يعني انتشرت كثيرا ولقت رواج كبير وحققت نسب مشاهدة عالية. انطلاقا من تلك المقابلة ذهبوا الناس وشاهدوا القصيدة على صفحتي، وحمدا لله صوت الحق لا يموت ونار ثورتي في داخلنا لا تخمد. وكما يقول هشام الجخ: أنا باق وشرعي في الهوى باقي. يعني أنت تتابعين كمان هشام الجخ من مصر. أكيد. مريم، يعني نحن في زمن ليس فيه الكثير من الأمل. يعني واضح من نبرة القصيدة، من كلامك، من نبرة التحدي في صوتك، أنك مليئة بالأمل، أنك يعني قلبك وعقلك مليء بالأمل بأن فلسطين ستتحرر رغم كل هذا السواد الذي نراه. من أين يأتي هذا الأمل؟ يعني الظروف غير مواتية للأمل في رأي كثيرين. يعني هذا الأمل نحن نحمله بداخلنا. نحن كل الشباب هكذا يعني مملؤون بالأمل والفرح، ونأمل يعني مستقبل جيد، مستقبل يعني كيف سأقولها، يعني ستتحرر فلسطين، حتما ستتحرر، لأنه بعد الظلام حتما يأتي النهار. لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، في القدس من في القدس، لا أرى في القدس إلا أنت. هكذا يقول تميم البرغوثي. حتما نحن لا نرى في القدس إلا العربي، فلماذا نيأس؟ بالعكس، يجب أن نكون مملوءون بالفرح والأمل. مريم، كلماتك غاضبة، فيها غضب، فيها ثورة، فيها أمل كما قال زين أيضا. يعني هذه الأفكار عندما تتجمع لدى فتاة في عمر 17 عاما، يعني مع مرور الوقت قد تتبدل بعض الأفكار وتتغير. ألم تفكري في ذلك عندما نشرت قصيدة مثل قصيدة مزبلة التاريخ تتحدثين فيها عن حكام وعن دول وعن مطبعين؟ بلى، أنا فكرت في ذلك جيدا كذلك، ولا أعتقد أن رأيي سيتغير في فلسطين. قضيتي وكانت وستبقى قضيتي. كيف نطبع مع كيان مغتصب؟ أتعلم ماذا فعلوا هم؟ أتعلمين ماذا فعلوا؟ هم مروا فلا تركوا لا الأخضر ولا اليابس، وصل بهم الطمع إلى حقل الفلاح البائس، ورصاصاتهم في قلب مواطن تائه يائس، وجرافاتهم نكلت بجثة فلاح محب للوطن حارس، وقتلوا النساء الضعيفات، وضربوا الفتيات الصغيرات، ودمروا بيوت العائلات، أكلوا من خيراتنا كل الطيبات، فما عدنا ساعدين ولا بعيشتنا فرحين، نتجول مرتعدين وما نحن بالخائفين، إلا أننا على فراق الغالين لسنا قادرين. إذا كانوا هم قد فعلوا بنا كل هذا وقتلونا ودمرونا وشتتونا، فكيف لنا أن نطبع معهم؟ منذ متى العلاقات طبيعية مع هذا الكيان المغتصب؟ منذ متى العلاقات طبيعية مع كيان افتك أراضي الفلسطينيين وشردهم وشتتهم في كل دول العالم؟ منذ متى؟ مريم البليغة، أنت تعطينا الأمل. كثير لك. من الأمل الحقيقة، ليس مجرد أمل، أنت ملأتنا أملا جدا. مريم الطرابلسي، شكرا جزيلا لك.